يا مساء الورد والفل والياسمين والجمال على عيونكم الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه يا جماعه. النهارده بقى بصوا اكله خطيره وما تاخدش مننا وقت خالص. طب هنعمل ايه؟ هنعمل العجه المصري. العجه المصري اللي كلنا متعودين عليها، طعمها خطير. انا كان عندي صلصه محشي عاديه خالص، صلصه في التلاجة عادي، طلعتها زي ما هي في الحله اهي. حطيت عليها شويه البهارات اللي هو اصلا شايفين اللي في الورقه ده. طبعا استعنت بجيراننا عندهم طعميه، بيعملوا طعميه وفول، فاخدت منهم شويه من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. خدت منه معلقه كويسه كده، وخدت طبعا عليها 5 بيضات، وطبعا البهارات فلفل اسمر وشويه بصل وتوم باودر وكمون وكزبره. تمام. قلبت ده كله في بعضه زي ما انتم شايفين. دي في الفتره دي انا مشغله الفرن على درجه حراره 200. تمام. قلبت الخضار، طبعا معايا نص حزمه كزبره على بقدونس. قلبت كله مع بعضه مع الصلصه، صلصه محشي عاديه اللي هي بيبقى بصلها كتير شويه. تمام. انا بقى مجهزه بالظبط لكل بيضه معلقه من الدقيق، يعني 5 بيضات يعني 5 معالق من الدقيق. وبعد كده هشوف سمك الخلطه معايا، مش عايزاه خفيف ومش عايزاه تقيل، عايزاه يعني إيه زي الكيك او اتقل من الكيك، حاجه بسيطه. تمام. انا خدت 5 بيضات اهو، يبقى هاخد 5 معالق من الدقيق. هقلب تقليب كويس كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما عندكيش بيكربونات او كربوناتو ممكن تحطي بيكنج باودر، بس يعني هي العجه بتتعمل زي الطعميه كده بالكربوناتو. تمام. هقلب كويس جدا. طبعا الصلصه ما شاء الله لونها حلو قوي وحمرا، فبالنسبه لي حلوه قوي. انا هعملها في صينيتين عشان مش عايزاها تقيله قوي. تمام. انا شوفوا انا بقول لكم شو سمك العجينه، مش عايزاه تقيل ومش عايزاه خفيف. بجد بجد اطعم عجه هتعمليها بايديكي. تمام. حلوه قوي في العيش، وحلوه برز بشعريه او اللي هو الرز الحبايه وحبايه. جميله جدا وموفره في نفس الوقت. يعني احنا 6 افراد ما شاء الله، كفتنا في العشاء او في الغدا، يعني هم بنفطر ونتغدى بس العصر، وكفتنا في الفطار كمان. تخيلوا ما شاء الله. طبعا انا حطيت هنا جزء من السمنه كده، في جزء منها بدأ يمسك، وحطيت في الصينيه الوسط بتاعه الطعم. تمام. بقى معايا شويه هحطهم في الصينيه الصغيره خالص خالص بتاعه الكنافه اللي انا بعمل معاكم كنافه فيها، ما يبقى عندي طلبيه وفايت شويه. تمام. على الفرن على طول. وادي الصينيه الصغيره برضو دهنتها زيت او سمنه زي ما انت حابه. فبما اني بقى مشغله الفرن، فقلت اخد الفرصه العظيمه دي. كان عندي بقى نص كيلو كنافه في الفريزر، ضربته في الكبه، وفي نفس الكبه هبدا اقلب. يعني مش هغير الكبه ولا حاجه واحط في طبق ولا الكلام ده خالص. انا هبدا اقلب السمنه زي ما انتم شايفين في الكبه مع الخلطه بتاعتي او مع الكنافه بتاعتي. هبدا افردها في الصينيه. طبعا الحلقه حلقه عجه، بس انا بما اني شغلت الفرن فلازم استغل الفرن نفس درجه الحراره. هسوي فيها الكنافه القمر بتاعتنا دي. عندي شويه مكسرات في التلاجة زي ما انتم شايفين، فول قليل بس طبعا فيه زبيب وفيه جوز هند، فحطيتهم. وهفضي بقيه بقى ايه النص كيلو بتاعي، وهكبسها واحطها في الفرن. بما اني عندي شربات جاهز، يعني بستخف بقى الحلويات اللي بتبقى موجوده في الفريزر، عشان حاجه حلوه لاولادي، وفي نفس الوقت الفرن شغال، فعلشان ما اسويهاش لوحدها في مره لوحدها وتاخد معايا غاز كتير. تمام. فالفرن بدل مني شغال، اشوف بقى اي حاجه عايزه اسويها في الفرن. لو عندي شويه بهارات احمصهم في الفرن عادي. يعني جهزي الحاجات اللي انت مثلا ممكن تكوني ركناها. انا طبعا بغطي الزبيب عشان الزبيب لو بان بينتفخ كده ويتحرق. تمام. على الفرن على طول. هسيبها بقى في الفرن زي ما انتم شايفين لغايه اما تستوي، بتاخد معايا حوالي نص ساعه، يعني في مرحله العجه بالظبط. العجه بعملها معامله الكيك، بعملها معامله الكيك في الفرن، درجه حراره 200 مش 180 بس. بسيبها على الرف اللي في النص زي ما انتم شايفين، ومشغله المروحه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتستوي معايا، هغزها كده بخله سنان، هلاقيها طلعت نظيفه، يبقى اعرف ان هي استوت. تعالوا بقى ايه، والله وهي سخنه، يعني المفروض حتى استنى تبرد. حلوه جدا، طعمها خطير 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 والله العظيم. نفس المقادير دي جميله جدا. اهم حاجه صلصه محشي مش صلصه عاديه، عشان صلصه المحشي بيبقى فيها خضره وفيها بصل وتوم كتير، وفيها قرنين فلفل متخرطين، وفيها بهارات المحشي، بتبقى حلوه قوي. هخرط الصينيتين علشان بس يهدوا كده، عشان خلاص الغدا وجب ولازم مستنيينها تطلع من ساعتها. طعمها حلو قوي لو جربتوها بالطريقه دي، سهله. لو انت عايزه تعملي لها صلصه مخصوص، اعملي لها صلصه زي بتاعه المحشي بالظبط. بس بما اني كنت عامله محشي من فتره، فكان عندي في الحله الصغيره اللي انتم شايفينها دي صلصه المحشي، فقلت لا ده انا هعملها صينيه عجه محترمه هتقضي اليوم وهتوفر معانا وتغيير كمان. شوفوا الجمال وشوفوا الصينيه شكلها عامل ازاي. خرطه بتطلع بخرطتها، والصينيه بتطلع نظيفه زي ما انتم شايفين اهو. طعمها حلو قوي، وبالعيش خطيره، وخصوصا العيش المقمر، وبألف هنا وشفا. اتمنى تجربوها والله هتعجبكم جدا جدا. طبعا انا بقى ايه بعد ما قطعت كده بشد بالمعلقه،
والله الصينيه زي ما انتم شايفين نظيفه، مش بتلزق فيها خالص، مقرمشه وجميله ولونها حلو قوي. وبالهنا والشفا، اتمنى الحلقه النهارده تحوز رضاكم وتجربوها، وان شاء الله تعجبكم قوي. طبعا زي ما قلت لك ممكن تاكليها بالعيش وممكن تاكليها بالرز، بس انا عن نفسي بفضل ان هي تتاكل بالعيش مع شويه مخلل محترمين كده، وعيش من اللي هو المقمر. تمام. شايفين شكلها؟ عايزه اوريها لكم بس خفيفه. على فكره هي خفيفه من جوه عشان حاطين فيها البيكنج صودا او البيكنج باودر. تمام. اتمنى تحوز الحلقه رضاكم وتجربوها بالطريقه دي، سهله جدا وبسيطه، ومش كل الناس بتعرفها ومش كل الناس بتعرف تعملها. في ناس بتكتر فيها الخضره والدقيق قوي، لا بالطريقه دي مظبوطه جدا. كل بيضه بحط لها معلقه هرميه من الدقيق، تبقى ظابطه معايا كل المقادير. تمام. ومعلقه من البيكنج باودر او البيكنج صودا، معلقه مليانه لاخرها، بتكفي معايا الصينيه الكبيره خالص او الصينيتين اللي انتوا شايفينهم دول. ادي شكل العجه، تاكلها حاجه